أهلا بكم متتبعي قناة المونديال سبورت. عموتة يقدم استقالته من منتخب الأردن في انتظار الموافقة عليها بعد خسارة المنتخب الأردني أمام نظيره القطري في نهائي كأس آسيا. أعلن المدرب المغربي الحسين عموتة في أول تصريح له أنه سيعود إلى بلده المغرب قبل أن يقرر مصيره مع النشامة. وأوضح عموتة في حديثه عن وضعه مع المنتخب الأردني: الآن سأسافر إلى المغرب، وبعد ذلك سأناقش مع الاتحاد الأردني مستقبلي، إما بالاستمرار أو الاستقالة. وأضاف: حتى هذه اللحظة أنا ما زلت مدربا لمنتخب الأردن، ولكن لدي ظروف عائلية تتطلب مني السفر إلى المغرب. وأكد الإطار الوطني: أتمنى للاعبين أن يواصلوا على نفس الأداء، لأنهم يواجهون تحديات كبيرة أهمها التأهل لكأس العالم 2026. يشار إلى أن المنتخب القطري حقق لقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، في مباراة غريبة تغلب فيها على المنتخب الأردني ب3 أهداف من ركلات الجزاء، مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد لوسيل بالدوحة. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد. أهلا بكم متتبعي قناة المونديال سبورت. عموتة يقدم استقالته من منتخب الأردن في انتظار الموافقة عليها بعد خسارة المنتخب الأردني أمام نظيره القطري في نهائي كأس آسيا. أعلن المدرب المغربي الحسين عموتة في أول تصريح له أنه سيعود إلى بلده المغرب قبل أن يقرر مصيره مع النشامة. وأوضح عموتة في حديثه عن وضعه مع المنتخب الأردني: الآن سأسافر إلى المغرب، وبعد ذلك سأناقش مع الاتحاد الأردني مستقبلي، إما بالاستمرار أو الاستقالة. وأضاف: حتى هذه اللحظة أنا ما زلت مدربا لمنتخب الأردن، ولكن لدي ظروف عائلية تتطلب مني السفر إلى المغرب. وأكد الإطار الوطني: أتمنى للاعبين أن يواصلوا على نفس الأداء، لأنهم يواجهون تحديات كبيرة أهمها التأهل لكأس العالم 2026. يشار إلى أن المنتخب القطري حقق لقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، في مباراة غريبة تغلب فيها على المنتخب الأردني ب3 أهداف من ركلات الجزاء، مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد لوسيل بالدوحة. إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد.